من الأكلات الاقتصادية التحفة اللي مكوناتها موجودة في كل بيت. تعالوا أوريكم بمكونات بسيطة هنعمل غدوة حلوة قوي أو عشوة أو فطار زي ما تحبوا، وطعمها لذيذ جدا. وبسم الله ما شاء الله، أنا بالنسبة لي الصينية دي اتنسفت. أهلا بكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم، ما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي لسه ما تابعنيش على صفحه الفيس طبخه وشنطه يشرفني واتمنى انه يتابعني، ولايك وشير كتير عشان فيديوهاتي توصل لاكبر عدد من الناس ونقدر نستفيد من بعض باذن الله. ايه رايكم في الجمال ده؟ تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احلى صينية عجة او بيض بتقلية هنعمله مع بعض، والطعم حكاية ولذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، فعلا كانت روعة وتحفة. الطعم ما اقولكوش بقى، انتوا اللي هتجربوا وتحكموا. صينية على النار فيها معلقتين زيت ومعلقتين بصل من اللي انا مفرزاه. ما عندكيش طبعا بصل متفرز، قطعي بصلتين حلوين وخليهم يتبالوا على النار ويصفروا زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنزل عليهم بهريسة شطة، دي هريسة شطة، ومعلقة صلصة. ممكن انتوا تحطوا صلصة معلبة لو ما عندكوش صلصة خزين. تمام، قلب الكلام ده كله مع بعض واطفي عليه. طبعا ما خدش مني وقت عشان البصل انا عندي كده كده اصلا يعني واخد تشويحه على النار. كوبايه فيها 3 معالق دقيق دوبتهم بشويه ميه زي ما انتوا شايفين، مكعبات طماطم، مكعبات فلفل، خضره من اللي انا مفرزاها. في ناس في الوصفه دي بتحب الخضره كتير او قليله، تمام زي ما تحبوا. واربع بيضات وملح، فلفل اسود، كزبرة، كمون. هي دي البهارات بتاعتنا. وهنضيف اضافة تخليها خفيفة وهشة وتحفة معانا، وهو نص معلقة بيكنج باودر او كربوناتو، اللي موجود عندكم حطوه. صينية مدهونة زيت ومبدراها بشوية دقيق صغيرين جدا، وانزل عليهم بالخليط التحفة ده اللي مفيش اسهل من كده طريقة، وهدخل بيها على الفرن. انا كان عندي بقى من الفطار بيضة مسلوقة، وسلقت بطاطساية واحدة بس. هتبلها بملح وفلفل اسود وحتة سمنة بلدي، وههرس الاتنين مع بعض واحطهم في الطبق اللي هو الألمونيا ده، واديهم تشويحة على النار. تمام، ويبقى كده عندنا احلى طبق بطاطس بالبيض المسلوق تحفة، طعمه جميل جدا، جنب صينية العجة اللي احنا عاملينها مع بعض، ورشيت عليها شوية كمون كده. وادي طبق كمان جانبي تحفة. تمام، ودي العجة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، ما خدتش نص ساعة. بسم الله الله اكبر، خفيفة وهشة وطعمها لذيذ جدا. زي ما انتوا شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم حكاية. يا رب تكون طريقة بسيطة وعجبتكم، وقناتي تكون عند حسن ظنكم. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.